يا مساء الفرحة والضحكة الحلوة. ازيكم يا احلى اطفال؟ انا ماما اسماء، جايبالكم النهاردة حكاية جميلة قوي من وقت القصة مع ماما اسماء. هنسافر بخيالنا ونعيش مع الابطال. تعالوا نسمع القصة سوا ونشوف هنتعلم ايه النهاردة. عنوان القصة: مليكة وقلبها الطيب. كان يا مكان، كان في بنت جميلة اسمها مليكة. كانت دايما بتحب تساعد مامتها في كل حاجة. وفي يوم من الأيام، مليكة وهي راجعة من المدرسة سمعت صوت قطة صغيرة بتعيط تحت السلم. بصت حواليها، لقت القطة لوحدها ومش لاقية أكل خالص. جريت مليكة على البيت وخدت طبق صغير فيه لبن ونزلت للقطة وقدمت لها الأكل وهي بتقول لها: ما تخافيش، أنا مليكة وأنا هساعدك. القطة بصت لها بعينيها وفرحت وبدأت تشرب اللبن. وفي اللحظة دي مليكة حست بسعادة مش طبيعية. رجعت البيت تحكي لمامتها، ومامتها قالت لها: اللي يساعد مخلوق ضعيف ربنا بيحبه. ومن اليوم ده كل يوم كانت مليكة بتبص تحت السلم، ولو لقت قطة تطمن عليها وتديها أكل. العبرة من القصة يا حبايبي إننا لازم نكون طيبين مع الكائنات الضعيفة ونساعدهم حتى لو بحاجة بسيطة. ده بيخلي ربنا يحبنا وقلوبنا بتبقى أجمل. استنوني في قصة جديدة في وقت القصة مع ماما أسماء. بحبكم كلكم. مع السلامة يا أحلى أطفال، وتصبحوا على ألف خير.